ونختم بصورة من صور عظمة الخالق، حيث أدى تهجين الماعز مع الأغنام إلى ولادة حيوان خليط بين الخروف والتيس. ذكر الماعز في حالة نادرة جدا ودل على عظمة الخالق يرصدها تلفزيون نهار بإحدى بلديات دائرة عين مليلة بأمبواقية. نتابع مع رشيد مقدم. ولله في خلقه شؤون. كبش في سن متقدمة بمستوى نمو جيد، نصفه الأمامي فحل ونصفه الآخر تيس. سبحان الله. ظاهرة نادرة صادفناها في طريقنا إلى بلدية ولد قاسم بضواحي عين مليلة في الجهة الغربية من ولاية أم البواقي. فحل الضأن ذو القرنين الكبيرين، أما من الخلف حيوان الماعز المستأنس الذي يعتبر من ذوات الأذناب من الغنم فتربى لحليبها وشعرها. كبش خليط بين ذكر الأغنام والتيس الأبيض، والذي أصل سلالته السودان. يخلق الله ما يشاء. شوف فيه نص معزة ونص كبش، حوالي 4 سنين. 4 سنين 4 سنين جبنا 4 سنين. والغريب في الأمر أن نعجة نصفها الآخر ماعزة وضعت خروفا يحمل نفس المواصفات والألوان لفحل الضأن، صوف أمامي وشعر ناعم على النصف الخلفي. هذا الكبش، والكبش هذا نص كبش ونص معز، يعني سبحان الله. وعنده اسمه الأنثى تاعو نجا، والخروف هذا ثاني تقريبا نص كبش ونص معزة كما ترون. ويعني سبحان الله في هذا رب العالمين. وهذه حالة نادرة يظهر لنا في الجزائر. هذه حالة يعني ما شفناهاش يعني في الشاشات ولا في الأشرطة ولا. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. يحمل نفس المواصفات والألوان لفحل الضأن، صوف أمامي وشعر ناعم على النصف الخلفي. هذا الكبش، والكبش هذا نص كبش ونص معز، يعني سبحان الله. وعنده اسمه الأنثى تاعو. ولد قاسم بضواحي عين مليلة في الجهة الغربية من ولاية أم البواقي. فحل الضأن ذو القرنين الكبيرين، أما من الخلف حيوان الماعز المستأنس الذي يعتبر من ذوات الأذناب من الغنم فتربى لحليبها وشعرها. كبش خليط بين ذكر الأغنام والتيس الأبيض، والذي أصل سلالته السودان. يخلق الله ما يشاء. شوف فيه نص معزة ونص كبش، حوالي 4 سنين. 4 سنين 4 سنين جبنا 4 سنين. والغريب في الأمر أن نعجة نصفها الآخر ماعزة وضعت خروفا. نتابع مع رشيد مقدم. ولله في خلقه شؤون. كبش في سن متقدمة بمستوى نمو جيد، نصفه الأمامي فحل ونصفه الآخر تيس. سبحان الله. ظاهرة نادرة صادفناها في طريقنا إلى بلدية. ونختم بصورة من صور عظمة الخالق، حيث أدى تهجين الماعز مع الأغنام إلى ولادة حيوان خليط بين الخروف والتيس. ذكر الماعز في حالة نادرة جدا ودل على عظمة الخالق يرصدها تلفزيون نهار بإحدى بلديات دائرة عين مليلة بأمبواقية.